16 شهر واحد 2023 دغيا داز النص في الشهر الاولاني، يعني الوقت كيدوز بواحد السرعه اللي بزاف. قبل ما يبدا الفيديو بغيت نوضح جوج ديال الحوايج. الحاجه الاولى هي ما بغيتك دير لا جيم لا كومونتير لا ابوني، حيت داكشي كامل كيرجع ليك انت، واش عجبك المحتوى وباغي تستافد مره اخرى ولا ما عجبكش. وثاني حاجه اللي بغيت نشير ليها هي انه هذا الفيديو هذا ديال اي واحد ما عندوش راس المال، يعني ما عندوش راس المال باش يدير شي مشروع وباغي احسن استثمار في 2023 وداوي مع الشباب ديال المستقبل واللي هما داك المحرك داك الدينامو ديال البلاد وهما علم العوالين مستقبلا. واجي دابا نقول لكم على احسن استثمار درتو انا وداروه بزاف ديال الناس قبل من 2023، ولكن دابا انت تقدر ديرو دابا، واللي هو تانفيستي في راسك، يعني تستثمر في راسك. غادي تسولني وتقول لي خويا رشيد كيفاش غادي ندير نستثمر في راسي؟ غادي نجاوبك ولكن غير بوكا بوكا. اول حاجه خدم لي ديك المخيله ديالك مزيان حيت غادي نحتاجوها، وتخيل راسك بحال واحد الشركه. هاد الشركه هادي خصها تكون ناضيه وواقفه على الصح، وإلا بغيناها تكون ناضيه وواقفه على الصح خاصها شي حوايج يكونوا فيها، وهاد الحوايج هما اللي غنشوفوا دابا مجموعين. اول حاجه كيخصها موظفين، يعني واحد الموظفين اللي يكونوا مزيانين وايجابيين وكيخدموا مزيان. الحاجه الثانيه هي خصها واحد المدير، يعني واحد المدير يكون عنده شخصيه قياديه وواحد الكاريزما وتعامل زوين مع الموظفين. وثالث حاجه خص واحد الكونطابل اللي غادي يتكلف بالامور الماليه، يعني ديال لي فاكتور ديال الشيكات ديال المهم اي حاجه عندها علاقه بالمال. ورابع حاجه هي الفكره ولا نسميوها الاختصاص، يعني الاختصاص ديال الشركه. ها هي مثلا شركه ولكن اين مجال كتختص فيه هاد الشركه هذه، يعني خصنا المجال ولا الفكره سميوها كيف ما بغيتو. خامس حاجه واللي هما الشركاء الخارجيين، حيت بدوك الشركاء كتقدر الشركه توسع وتطور من راسها. وكاينين بطبيعه الحال بزاف ديال الحوايج واحد اخرين ولكن لا داعي باش نذكرهم، حيت هاد الخمسه هادو هما اللي كيهمونا في الموضوع ديال اليوم. غنبداو باول حاجه واللي بديت بها هي الاولى عمدا حيت مهمه بزاف، واللي هي الموظفين، واللي هما في الحياه ديالنا ولا في الحياه ديالك هما الاصدقاء، يعني الصحاب. داكشي علاش خصك ضروري تعرف تختار الصحاب ديالك مزيان، حيت هما غادي يكونوا اما سبب النجاح ديالك واما سبب الفشل ديالك. وبطبيعه الحال كتكون ديك العلاقه ديال التعاون، يعني انت كتعاونهم وهما كيعاونوك ومجموعين كتقدروا تمشيو بعيد. اما الا كانت السلبيه والاحباط طاغيين بزاف في العلاقه ديال الصداقه فهادشي هذا ما لصالحك انت ما لصالحهم هما، حيت غادي كاملين تبقاو في قاع البئر. وهادشي هذا الا ما ساليتيهاش بشي بلي الله يحفظ ولا خرج على السكه. داكشي علاش اول حاجه غادي نقولها لك هي اختار صحابك بعنايه. وكيف كيقول واحد المثال قديم ما عرفتش الاصل ديالو، وريني صحابك نقول لك شكون انت. ثاني حاجه شفناها هي المدير. ايوا سيدي هذا المدير هو انت، وكيف قلنا المدير شخصيه قياديه وملي تيضرب الكومبلي تيبان عظمه نعم السي فهمتي تيكون قلده. هذا هو المدير، التصور ديالو في دماغنا حنا كاملين. كتقول مدير كتخيل له ضرب الكومبلي كرافات وواقف هكا على الصح تيشوف الموظفين ديالو. وباش يتحققوا هاد الحوايج هادو خاصك بزاف ديال الحوايج. من بين هاد الحوايج كاين السبور وكاين حتى الصلاه. غادي نذكرها في جوج ديال البلايص حيت عندها علاقه بجوج ديال البلايص. ذكرتها مع السبور دابا وباقي غنشوفوها من بعد. علاش قلت الصلاه مع السبور؟ حيت الصلاه دوك الحركات ديالها راه رياضيين، يعني داك الوقوف وداك الركوع والسجود وعاود نوض وعاود وقف وعاود نزل، هذا بحد ذاته واحد الرياضه. وبالنسبه للناس اللي ما كترينيش احسن نصيحه نقولها هي تنوض تريني، حيت الحاجه الزوينه في السبور ماشي هي انه صحيه ومزيانه لصحتك وتخليك تشد في راسك الى اخره، ولكن كتبعدك على الحوايج الخايبين والحوايج السلبيين. هنا في كاينه الاهميه ديال الرياضه، يعني كتبعدك على الحوايج اللي ما صالحينش. غادي يجي شي واحد يقول حقا ما عنديش الوقت ولا ما مساليش ولا شي عذر من الاعذار، غادي نقول له يمكن لك تريني 15 دقيقه في النهار، غير سير غير تمشى، سير غير جري، ومع المده غادي تبقى تلقى الحلاوه ديال الرياضه وغادي تبقى غادي وكتزيد. وبالنسبه للشخصيه والكاريزما فراه موضوع طويل، يعني ما خصوش غير فيديو واحد ولا نعطيه دقيقه في هذا الفيديو ولا 2 دقائق كاع، خاصو فيديوهات بزاف، خاصو شي 4 ولا 5 باش نطرقوا له. ولكن غنقول لك واحد الجمله وحنا دايزين، كل لنفسك كل شيء. وبطبيعه الحال الصلاه اللي قلنا حركات يعني رياضيه وكتعاونك رياضيا وجسديا، فبحد ذاتها هي عاوتاني عندها واحد الجانب معنوي، واحد الجانب روحي وطاقي، كتقدر تعطيك واحد الطاقه وواحد الروحانيه اللي تقدر تقاوم بها، وعندها واحد التاثير كبير على شخصيه الانسان. وفاش نجيو نهضروا على التعامل ديال السي المدير سهله، غادي ننطلقوا من واحد المبدا اللي هو المعامله بالمثل، العين بالعين والسن بالسن والصاع بالصاع والبادئ اظلم. يعني واحد احترمك كتحترمه، واحد قدرك كتقدره، واحد كرهك هذا غير عطيه اتساع، الا عطيتيه اتساع غادي تهنى. صراحه هذا الموضوع ديال المدير ما عطيتوش حقه مزيان حيت فيه ميتقال بزاف وخصو بزاف ديال الوقت. الا لقيت شي وحدين اللي باغيين يعرفوا بزاف في هذا الموضوع غادي ندير عليهم واحد الفيديوهات، واحد 4 ولا 5 الفيديوهات كافيين باش تفهموهم من A حتى ل Z. المهم نرجعوا للشركه ديالنا.
شفنا حتى الان، شفنا الموظفين اللي قلنا هما الصحاب، وشفنا المدير اللي قلنا هو انت، يعني خص تكون عندك واحد الشخصيه وواحد العقليه ديال المدير. دابا غندوزو للسي كونطابل، واللي حتى هو انت ولا انت الكونطابل ولا المحاسب. الدور ديالو في حياتك هو تعرف كيفاش تسير راسك ماليا، يعني الفلوس، العاقه، الحبه، الماني، لارجون، سميها كيف ما بغيتي، عمر. المهم هو تعلم كيفاش تصرف وكيفاش تقتصد ولا توفر، ولو ما يكونش المدخول ولا يكون المدخول قليل. حيت عارف الناس اللي متبعين هذه القناه اكثر فيهم مازالين في السن ديال الدراسه، يعني مازالين تيقراو، سواء تلاميذ سواء طلبه. ولكن كون على يقين اخويا ولا اختي انه من القليل كتعرف شنو غدير بالكثير، يعني تعلم كيفاش غادي تصرف، كيفاش غتجيري فلوسك، حيت مستقبلا ان شاء الله باذن الله راه كاملين غادي تخدموا وكاملين غيكون عندكم واحد المدخول، وماشي حتى لتما عاد كي غادي ندير نتعامل مع الفلوس. وهادشي لا سولتي بعدا راسك هاد السؤال، حيت اغلبيه صافي تيشدوا الفلوس ما تيعرفوش يتعاملوا معها. اما الا كنتي ديجا عندك واحد المعلومات عليها وعندك واحد الرؤيه فغادي تجيك الامور سهله باش تسير الحياه الماليه ديالك. هادشي هذا في امريكا وفي شي دول في اوروبا كيتقرا، يعني كيتقرا في المرحله ديال الاعدادي وفي الليسي. مع كامل الاسف حنا في التعليم ديالنا في المغرب ما كاينش هادشي، ولكن معليش سهله، حيت باختصار كاينه واحد القاعده ولا واحد المبدا. هاد المبدا هذا تيخليك تمشي مع الاحتياجات ديالك قد وفي نفس الوقت كتوفر واحد البركه اكوتي. هاد القاعده سميتها 25%. كيفاش 25%؟ انت مثلا حنا نفترض ما خدامش، طالب ولا طالبه، جا جدك عطاك واحد 100 درهم، هذيك 100 درهم خصك 25% منها تحيدها تحطها اكوتي. 25% ديال 100 درهم هي 25 درهم، و75 درهم اللي بقات غتحيد منها الاوليات، يعني غتصرف بها الاوليات، وداكشي اللي بقى هو اللي ديرو في الثانويات والرفاهيه. خديتي 10 دراهم حيد منها 25%، هي 2 دراهم ونص حطها اكوتي، وداكشي اللي بقى صرفو. حنا درنا داكشي غير قليل تاع 100 درهم وديال 10 دراهم، ولكن هادشي كامل غير باش تبرمج العقل ديالك وتعرف كيفاش غادي تتعامل مع الفلوس. وهادشي هذا كننصح به الاباء يعلموا لاولادهم من الصغر ديالهم، باش ان شاء الله منين يكون خدام وعنده واحد الصالير ديال 10000 درهم ولا 20000 درهم غيعرف هاد القاعده ديال 25%، باللي خصني نخلي واحد 25% كيف ما كيقولوا الناس القدام لدواير الزمان. وكيف كيقول واحد المثل مغربي قديم حتى هو، اللي خبع عشاتو الغداه ما يضحكوا فيه عداه. دابا غندوزو للفكره ولا المجال ديال هاد الشركه، ودابا بغيتك تحيد عليا ديك المخيله لوات تخيل معايا انا شركه ولا حمص. بغيتك تركز معايا مزيان وتخرج ليا بواحد الجواب ديال انه شنو باغي انت مستقبلا. كنهضر غير على الجانب المهني، شنو باغي انت كمهنه، واش باغي تكون مهندس، باغي تكون فلاح، طبيب، جيمر، تريدر، ديفلوبر، اختار المهنه اللي بغيتي، كوايري. غير المهم يكون فيها حتى غرام ديال حيت ملي كتكون عارف شنو باغي انت مهنيا مستقبلا كتسهل على راسك ديك الطريق نتاع سيم لهنا واجي من هنا. المسار ديالك تيكون محدد، يعني تيكون ساهل باش توصل للهدف ديالك، وثق بيا بالقدره ديال القادر غادي توصل ليه. يلا من بعد هذا الفيديو هذا فكر مزيان وعرف الجواب، وفاش تعرفوا ما تجيش تقولوا لي. اهم حاجه هو انت ولا انت تكون عارفه. وراك دابا الخامس حاجه واللي هما الشركاء، واللي هما الناس سواء في المحيط ديالك سواء خارج المحيط ديالك، وماشي بالضروري يكونوا صحابك ولا الاصدقاء ديالك. اهم حاجه هو يكون عندكم نفس الميول ونفس الافكار، وتقدر تتعلم منهم ويتعلموا منك. وغالبا كيكون عندهم شي حوايج هما اللي ما عندكش انت، وانت عاوتاني عندك شي حوايج اللي ما عندهمش هما، وكتصدقوا في ديك العلاقه ديال اخذ وعطاء هكا راه ما فيها حزاره. وهادشي اللي شفنا كامل هو اللي كيخلي الشركه واقفه على الصح وقادره توسع وتكبر وتطور من راسها. فاش كنشوفوا ليك انت ولا انت كنلقاوك طورتي من راسك جسديا بالرياضه والصلاه كيف ما قلنا، وعقليا بالتفكير الايجابي والاصدقاء الايجابيين وبالصلاه، وماليا فاش خديتي التفكير المالي، وفي نفس الوقت عندك رؤيه للمستقبل اللي جاي ان شاء الله واللي غادي تكون واجد ليه في عام واحد. وما تنساوش تقدروا تكتبوا لي الاراء ديالكم وشنو بغيتوا كموضوع الفيديو الجاي ان شاء الله. تهلاو.